قناة خضر إسماعيل تقدم مع الموسيقى هنسهر والمغنى والألحان، نسمع أغاني وطرب من فن أهل زمان، مليان ثقافة وأدب، أشكال على ألوان، معاني سامية وجميلة بتسمو بالوجدان. ما الفن أصله اتخلق لسعادة الإنسان. أغاني، كلمات ومعاني، إعداد وتقديم خضر إسماعيل. يأتي الشتاء لكننا مع فريد الأطرش ومأمون الشناوي متعلقين بالأمل وحب الحياة، يصحبكم فيها الشاعر الكبير خضر إسماعيل. تفضل يا أستاذ خضر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهلا بك يا أستاذ أحمد جودة، وأهلا بالسادة المستمعين والمحبين والمتابعين، عشاق الفن الجميل الأصيل، عشاق الموسيقى العربية، عشاق الفن والجمال والروعة، عشاق فريد الأطرش ومأمون الشناوي. معنا ومعكم اليوم نبحر في نهاية المشوار، ليأخذنا قارب الأحلام على شاطئ الأمنيات، يتهادى هناك حيث الرقة والعزوبة والجمال، حيث نهاية تلك الرائعة الربيع. نتكلم اليوم لنقول ونعيد في هذا الكلام الجميل القديم الجديد، نقول ونعود ونعيد لماذا كان هذا الحوار ما بين مأمون الشناوي وما بين فصول العام، ما بين فصول العام وفصول حياة الإنسان وفصول حياة المشاعر والأحاسيس. نقول ونعيد ونزيد، لأن في الإعادة مع مأمون الشناوي وفريد الأطرش إفادة. هنا نتحدث ونقول: كنا وقفنا في الحلقة السابقة عند وادي الشتاء يطول لياليه، عن اللي فاته حبيبه يناجي طيفه ويناديه ويشكي للكون تعذيبه، وتحدثنا عن المناجاة وهي أن تنادي بالصوت الخفيض، وتحدثنا عن النداء وهو أن تنادي بالصوت المرتفع. وكان مأمون الشناوي يقول: بكل الوسائل أنا بناجي حبيبي، بكل الوسائل أنا بناديله، بكل الوسائل بطلب منه أنه يقرب مني، يناجي طيفه ويناديه ويشكي للكون. وهو لجأ بشكوته في المرة دي للكون، كل الكون، بظهوره، بوروده، بأشجاره، بسمائه وأرضه وجباله، ببحره، بنهره، بكل ما فيه بيكلم الكون كله ويشكي له عذابه من حبيبه ومن هجر حبيبه. وتعالوا شوفوا لما بيشكي للكون تعذيبه وبيقول مفردات الكون، بعد كده يقول لك: يا ايه؟ يا طير، يا زهر، يا نسمة، يا طيري، يا أغصان، هاتولي من حبيب كلمة يواسي العاشق الغالي. بص ويقول: يا بدر، يا طير، يا نسمة، يا زهر، يا أغصان. كأنه بينادي مفردات الكون مفردة مفردة. السماء من البدر، والطير اللي ماشي في السماء في الفضاء، ثم الزهور اللي مالية البرية واللي مالية الحقول، والأغصان اللي واقفة عليها الطيور. هاتولي من الحبيب كلمة يواسي العاشق الحيران. تعالوا بصوا الكلام اللي بيقوله الشاعر مأمون الشناوي وهو بيتوسل للكون والخالق الكون بكل ما خلق فيه من جمال، إنه يجيب له كلمة من حبيبه، عشان هاتولي من الحبيب كلمة تواسي العاشق الحيران. وصف حاله بأنه عاشق حيران. وتعالوا شوفوا بيتكلم عن نفسه بيقول إيه: أخد ورد الهوى مني أخد ورد الهوى مني وفتلي شوكه يؤلمني. ورد الهوى، اتكلمنا قبل كده عن ورد الهوى في المرة الأولانية، وهو جمال الحب وروعته والتواصل والقرب والدفء العاطفي. هذا هو ورد الحب، هذا هو جمال الحب.
ورد الهوى مني وشوك الهوى بقى، وساب له شوكه يلمني، شوك الورد بتاع العاطفة اللي هو الهجر والصد والفراق والبعد والأشواق، كل دي هي الشوك بتاع ده. أخذ ورد الهوى مني وفات لي شوكه يؤلمني، وغاب عني ما كلمني ولا قال لي بكرة امتى لا هشوفه، ولا قال لي امتى راح اشوفه. غاب، انقطع بدون ما يترك اي رسالة ولا يدي اي تفسير لهذا الانقطاع، وغاب عني ما كلمني ولا قال لي امتى راح اشوفه. اصعب اي حاجة في اللقاء وفراق الاحبة ان ينقطع ما بين الاحبة مرة واحدة وما يعرفوش امتى هيتصل او مش هيتصل، هيبقى فيه وصال ولا مش هيبقى فيه وصال. تزداد الحيرة ويزداد الألم ويزداد الشوق ويزداد الفراق. هكذا غاب عني، لا كلمني ولا قال لي امتى راح اشوفه، واقول يمكن هيرحمني. وهنا الأمنية والتمني اللي احيانا بنقول ان لعل للترجي، والترجي قد يحدث، اما التمني فهو المستحيل في حد ذاته. وغاب عني، لا كلمني ولا قال لي امتى راح اشوفه، واقول يمكن هيرحمني ويبعت في الربيع طيفه. يعني كأنه هيجدد الحب في الربيع، ربيع الزمن وربيع الفصول وربيع الإنسان وربيع المشاعر والحكايات كلها مع بعضنا. يا عم معمون ربطتها مع بعضها ربط جميل جدا ما بين المادي والمعنوي، خلانا تايهين في بحورك ما احناش عارفين احنا في الصيف اللي هو بحر وشط وبلاج، ولا احنا في الصيف اللي هو مشاعر ووجدانيات والوان، ولا احنا في الربيع اللي هو حب وود وقرب، ولا الربيع زهور وورود متفتحه. والله ما احنا عارفين، لكن مستمتعين ومستمتعين قوي بالكلام اللي انت كتبته. مستمتعين بهذا الكلام اللي انت كتبته واللي غناه فريد الأطرش. يا ليل يا بدر يا نسمة يا طيري يا زهر يا أغصان، يا ليل يا بدر يا نسمة يا زهر يا طيري يا أغصان، هاتولي من الحبيب كلمة تواسل العاشق الحيران، أخد ورد الهوى مني وفتلي شوكه يألمني، وغاب عني ما كلمني ولا قال لي امتى راح اشوفه، واقول يمكن هيرحمني ويبعت في الربيع طيفه، ويبعت في الربيع طيفه. ويعود عودا على ذي بدء للربيع كما ابتدأ بالربيع، ليظل الأمل قائما وليظل حب الحياة موجود، وليظل الحب في القلوب، ولتظل الحياة مستمرة ما بين الناس وما بين الأحبة. آدي الربيع عاد من تاني والبدر هلت أنوار، آدي الربيع عاد من تاني والبدر هلت أنوار، وفين حبيبي اللي رماني في جنة الحب الصافي. ونظل نتذكر الربيع ونتذكر فريد كلما حل الربيع، ونتذكر مأمون الشناوي وحكايته الجميلة مع قصيدته الرائعة الباقية الخالدة الربيع طول العمر. نتذكر ونتذكر مع حفلات رأس السنة وحفلات شم النسيم عود فريد الأطرش وهو يعزف على أنغام فريد الأطرش وكلمات مأمون الشناوي. آدي الربيع عاد من تاني. تلك كانت مرحلة ورحلة قضيناها معكم ومع هذا الفن الجميل والفنان الرائع فريد الأطرش والشاعر الرائع جدا جدا مأمون الشناوي
في حضرة الموسيقى والأنغام والجمال كنا معكم نستمتع بالدفء وبالحلاوة وبالمشاعر وبالموسيقى وبكل ما هو جميل في عالم الغناء. أحبائي، رحم الله فريد الأطرش ورحم الله مأمون الشناوي. إن شاء الله مصر ولادة، إن شاء الله هتولد لنا وتجيب لنا جيل جميل وجيل من الأدباء العظام والكتاب والشعراء والمطربين والملحنين، لأن مصر معين لا ينضب. أحبائي، كنت معكم في هذه الرحلة الطويلة، أرجو أن أكون قد قدمت لكم وجبة شهية من الغناء، وأرجو أن أكون قد كنت خفيفا عليكم في هذه الوجبة، لأن فيها الكثير والكثير من الأشياء العلمية والمادية اللي قد يميل لها المستمع. أرجوكم ما تملوش مني واستمعوا معايا لهذا المنهج وهذا النهج علشان تعرفوا الفرق بما نحن فيه وما كنا فيه، الفرق ما كان عليه حالنا في الموسيقى والغناء وما هو حالنا الآن في الموسيقى والغناء. سلاما أحبائي الكبار العظام، سلاما لكم من القلب يا فريد ويا مأمون وكل الأحبة العظام اللي أمتعونا ودهشونا وجعلونا نعيش في دهشة وجمال مع الموسيقى العربية. ألقاكم في رائعة أخرى من روائع الفن والموسيقى العربية في الحلقات القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كده النهاردة خلصت الحلقة، ومعادنا بكرة سوا نكمل الغنوة ونبين المعنى ونشرح الألحان. معادنا بكرة سوا مع فن أهل زمان، أغاني كلمات ومعاني.